تخيل معايا إن في جريمة قتل معفنة لغزها مش مفهوم، والمتهم فيها مستني حكم الإعدام لأن كل الأدلة ضده. لكن وقبل فوات الأوان بشهر واحد بس بيطلع يقول مش أنا الجاني. تفتكر إيه اللي حصل بالظبط ومين القاتل الحقيقي؟ وليه المحقق اللي كان ماسك القضية دي من 10 سنين مش قادر يفتكر حاجة؟ طيب، ما حلو أوي الكلام ده احنا ندخل نشوف القصة بقى. بس قبل ما نبدأ نشوف القصة انزل دحرج المس على أخوك ويلا بينا. بنبدأ مع روي الشرطي المتقاعد واللي جاله زهايمر من كتر ما كان راجل سكير وبيعشق الكحول، وعلشان يعرف يمشي حاله في يومه كان لازم عليه يكتب ملاحظات بكل كبيرة وصغيرة. لكن ولأن حالته كانت بتسوء كل يوم عن التاني، فبيروح روي يعمل عملية زرع شرائح كهربائية في المخ، واللي من خلالها هتساعد في تنشيط الذاكرة والجهاز العصبي. لكن للأسف الوضع مختلفش كتير، خصوصا لما بيقول للدكتور إنه مش فاكر اتولد فين أو حتى أسامي أهله كانوا إيه. فبتنصحه الدكتور إنه يشغل مخه بحل ألغاز وألعاب ذكاء لفترات طويلة، يمكن ده يساعد شوية. بعد كده بيجيله اتصال من رقم غريب، وبتقول المتصلة إنها إيميلي من منظمة للدفاع عن حقوق المساجين وطالبة تتقابل معاه ضروري. فبيروح روي للمكان اللي اتفقوا عليه، وهناك إيميلي بتبدأ تتكلم وتفتح له ملف قضية كان هو بيحقق فيها من حوالي 10 سنين. والقضية دي كانت بخصوص جريمة قتل لدكتور جامعي اسمه جوزيف، والمتهم فيها واحد اسمه إيزاك صامويل، واللي المفروض كان هيتنفذ فيه حكم الإعدام بعد شهر. لكن فجأة إيزاك بدأ يقول إن مش هو اللي قتل جوزيف، وإنه تعرض لضغط كبير من الشرطة عشان يعترف بالجريمة. كمان هو طالب إنه يتقابل معاك وتساعده يثبت إنه مظلوم. المشكلة إن روي في الوقت ده كان مش فاكر أي تفاصيل عن القضية دي، حتى بعد ما بيروح يفتح ملف القضية من تاني وكأنها أول مرة تعدي عليه في حياته. بس ولأن في احتمال الشخص ده يكون في خطر وهو بريء فعلا، بيوافق يتقابل معاه. وهناك بيسأله روي: انت ليه يا ابني غيرت اعترافاتك فجأة، مع ان مكتوب عندي هنا في التحقيقات انك كنت في بيت القتيل نفس يوم الجريمة الصبح؟ فبيرد عليه إيزاك: انا لما اعترفت كان بسبب تعذيبكم ليا انت وزميلك طول الليل يا كفرة يا ولاد المش نضيفة. وبص، انا هكون صريح معاك ومش هكدب، انا فعلا كنت رايح انتقم من جوزيف عشان البيت بل عليا زمان وحبسني وانا عندي 18 سنة. بس والله العظيم قبل ما بلحق اعمل اي حاجة كان في شخص تاني هو اللي دخل اعتدى على جوزيف وقتله. صدقني يا بيه انا مظلوم. فبيسأله تاني روي: طب مين الشخص ده يا ابني، او اوصف لي حتى شكله خليني اعرف اساعدك. لكن إيزاك بيرد انه كان خايف وخرج يهرب من غير ما يشوف شكله. وبعد ما بيحكي كل حاجة كان لسه باين على روي انه مش مقتنع بكلامه، فبيأكد له تاني انه بريء واللي هو فيه ده بسببه ولازم يحس بالمسؤولية ويساعده. وفعلا بيحس روي بالمسؤولية وبيرجع يفتح ملف القضية، وبيلاحظ ان المحقق اللي كان معاه في التحقيق اسمه جيمي. كمان بياخد باله من ان جيمي هو الوحيد اللي موقع على ملف القضية، ومش بيهتم روي قوي بالتفصيلة دي في وقتها، وقرر انه يتحرك لعنوان جيمي علشان يتكلم معاه ويعرف اكتر. وهناك بيعرف منه ان هو كمان متقاعد عن العمل، وكان جيمي فرحان جدا انه قدر يشوف روي بعد كل السنين الطويلة دي. وبدأ روي هو كمان يوضح له انه بيعاني من الزهايمر علشان ما يزعلش منه، يعني لو كان ناسي تفاصيل عن حياتهم او شغلهم. فبيقول له جيمي: سيبك بس من كل الكلام ده، المهم انك منورني والله، ما تقول بقى اللي عندك وخلينا ننجز. فبيحكي روي عن اللي حصل مع إيزاك، وإنه بعد ما راجع ملف القضية اكتشف إن في شخص تاني اسمه ريتشارد بصماته كانت موجودة في كل مكان من مسرح الجريمة، وإن أكبر غلطة مننا يا ابني إننا استكفينا باعترافات إيزاك وما استدعيناش ريتشارد للتحقيق، ولازم علينا بقى يا صاحبي في الوقت ده نصلح الغلطة دي وبأسرع وقت، يمكن ننقذ حياة شخص بريء. فبيقول له جيمي: خلاص يا صاحبي سيب الموضوع ده على الله وعليا، أنا هعسلك ورا الواد ريتشارد ده من زمايلي اللي لسه في مكتب الشرطة. فبيشكره روي على مساعدته وبيودعه ويرجع للبيت، وبيفتح هناك صندوق صور قديمة وكانت من ضمنهم صورة إزازها مكسور مع المدام، ولما حاول يشيل الإزاز جرح صباعه. وفي نفس اللحظة بيرن تليفونه وكان جيمي وبيقول له: لقيت لك ريتشارد يا ولا، بس المشكلة إن هو حاليا جثة في المشرحة، هتمشي معاك بقى ولا إيه؟ المهم بيوصل روي للمشرحة وبيعرف من التقرير التشريحي إن ريتشارد مات نتيجة جرعة زيادة من المخدرات. الغريب لما بيلاحظ إن دراع ريتشارد مفيش فيه غير مكان لحقنة واحدة بس، بمعنى إنه مش مدمن، ودي كانت أول مرة يتعاطى فيها المخدرات. لكن جيمي كان مش متفق معاه في الرأي قوي، وبيقول له إن ده طبيعي يا عم الحاج، الراجل كان مبتدئ عبيط وأخد جرعة زيادة فمات. المهم إن كان واضح على روي عدم اقتناعه بتفسير جيمي قوي، وفجأة بيشوف ذكريات مشوشة عن ريتشارد وقت ما كان موجود في مسرح الجريمة نفس اليوم اللي كانوا بيحققوا فيه. فبيطلب من جيمي إنه ياخده لمكان الجنازة، وبيتقابل هناك مع أخو ريتشارد
اللي بيبدأ يقطع في فروة أخوه ويقول هو صحيح كان شخص غريب الأطوار وتحسه لاسع كده، بس للأمانة يعني عمرنا ما سمعنا إنه كان بيتعاطى مخدرات. وبالمناسبة صحيح قبل ما يموت كان شغال على رواية كده وبيحكي فيها عن جريمة قتل تقريبا لدكتور جامعي اسمه جوزيف. وهنا بيشكروا روي على شوية النميمة دول وبيرجع بالرواية يكمل قراءتها، وبيبدأ يفهم إنها مذكرات بيحكي فيها عن نفسه وقت ما كان لسه طالب جامعي جديد ومش بيعرف يتواصل مع الناس. وفي اليوم ده كان معزوم على حفلة في بيت الدكتور جوزيف، وهناك بيتعرف على لورا تلميذة جوزيف ومساعدته في الأبحاث. وكانت البنت نابغة كما يقال، معاها بتاع 16 ماجستير على 200 دكتوراه، حاجة محترمة يعني. ومع الوقت بيقعوا الاتنين في رذيلة الحب، وبتكون دي أكتر فترة كان ريتشارد سعيد فيها، لحد ما في يوم بتتصل عليه أمه وبتقول له الحاج أبوك مات اللي كان بيصرف على البيت وعليك مات، وبص بقى أنا من النهاردة مش هعرف أصرف عليك، فأنت اعتمد على نفسك يا حمار. وهنا بتدخل لورا عشان تساعده وبتطلب من جوزيف إنه يشغله معاه، وفعلا جوزيف بيوافق إنه يشتغل معاه وبيطلب منه ينظم غرفة الكتب ويوزعهم على حسب نوع كل كتاب، وفي المقابل هياخد $500 في الأسبوع. ومع الوقت بيكتشف ريتشارد إن العلاقة ما بينهم مش مجرد أستاذ وتلميذة، لأ دي حاجة أعمق من كده يا بيه. ولأنه كان مفتوق في مشاعره في الوقت ده بيروح يشرب ويسكر، وبعدين بيرجع للمكتبة يكمل شغل. وهناك بيقع في طريقه بالصدفة أوراق بحث باسم تأثير المرآة، واللي من المفروض إن لورا وجوزيف كانوا شغالين مع بعض عليها. الغريب إن اللي كان مكتوب على البحث هو اسم جوزيف بس. شوية وقت وبيدخل عليه جوزيف وبيقول له تعالى عشان عملت لك شوية وقت يستاهل بوجك. وعلى الأكل بيبدأ يعرفه إنه مسافر كام يوم عشان حفل تقديم كتابه الجديد، وعلى ما يرجع بقى عاوزه يكون أنهى علاقته بلورا تماما وبطل يتقابل معاها. فبيعمل ريتشارد إنه موافق لأنه كان لسه محتاج فلوس الشغل، وبيرجع بالليل عشان يحكي لورا على طلب جوزيف، لكن بيشوف إنها لمت كل حاجتها ومش موجودة. وفي تاني يوم لما بيرجع لهناك في ميعاد الشغل عادي بيتفاجئ بالشرطة وهي كانت بتحقق في جريمة قتل جوزيف، ومن وقتها بتختفي لورا تماما. فبيقرر ريتشارد هو كمان يبدأ عمله كمؤلف روايات، وفي نفس الوقت يحاول يعرف طريق لورا لحد ما بيقدر يعرف وبالصدفة إنها كانت قبل أسبوع من قتل جوزيف في مقابلة مع مسؤول في وزارة الدفاع. وبيحصل ما بينهم هناك مشكلة لما بتعرف إن الأبحاث هتتسجل باسم جوزيف، لأنه على حسب كلامها الأبحاث دي كانت شغلها هي، وهو سرق موجوداتها وكتب عليهم اسمه. فبتوضح المسؤولة إن والله يا فندم دي مشاكل شخصية ما بينكم، ويا ريت تحلوها بقى مع بعض بعيد عن وجع دماغ أهالينا، إحنا اللي فينا مكفينا. أنا كل اللي يلزمني في القصة الحزينة بتاعتك دي مين قدم البحث. وبتنتهي المقابلة معاهم على كده. بعدها بيقدر يتقابل ريتشارد فعلا مع لورا، وده كان آخر سطر مكتوب في المذكرات. وهنا روي في الوقت ده ما بقاش فاهم ايه الهزار السخيف ده يعني نوع من انواع السسبنس، اكتب النهايه من عندي يعني. المهم بياخد بعضه وبيروح يحكي لجيمي على كل حاجه، وبيقول له كمان انه بحث كتير عن لورا لكنه معرفش يوصل لحاجه. البنت يا اسطى كانها شبح واختفى من الوجود، وانا في الوقت الحالي مش معايا غير خيط واحد بس وهو عنوان بيت مرات ريتشارد. فبيرد عليه جيمي يا عم وعلينا بايه من كل ده، ما القضيه خلصت. بس لما شاف ان روي مصر يكمل في طريقه قال له خلاص يا عم شوف اللي يريحك فين واعمله. وبيروح فعلا روي في اليوم اللي بعده يقابل مرات ريتشارد علشان يعرف تفاصيل اكتر عن حياته. فبتحكي مراته ان حياتهم كانت طبيعية جدا لحد اليوم اللي رجع فيه ريتشارد للبيت وكان متعصب لانه كان بيتخانق مع واحدة ست على التليفون. فبتستنى هي اول ما ينام وبتروح تدور عن رقمها في الموبايل وبتتصل عليها وبتعرف ان اسمها إليزابيث. كمان هي بتشك ان إليزابيث دي ممكن تكون السبب ورا موته، خصوصا ان ريتشارد طول فترة جوازهم عمره ما شرب مخدرات. فبيكتب روي اسم إليزابيث في الدفتر معاه وبيرجع يبحث عنه في جوجل، وظهر ليه فعلا أشخاص كتير بنفس الاسم، وكانت منهم لورا اللي من بعد حادث قتل جوزيف غيرت اسمها وبدأت حياتها الجديدة كأستاذة جامعية. فبيروح روي في تاني يوم يستنى قدام بيت لورا. الغريب لما بتبين لورا إن ما بينهم معرفة قديمة واتقابلوا مرة قبل كده، بس روي مش بيهتم كتير وبيقرر يدخل في الموضوع على طول، وبيسألها عن ريتشارد وطبيعة العلاقة ما بينهم. وهنا بيلاحظ روي إن ظهر عليها الارتباك أول ما بتسمع اسمه، كمان بتحاول تتهرب بحجة إنها تتأخر على الشغل. فبيطلب روي منها إنها تقرأ المذكرات وتبقى تقول له الحقيقة فين. فبتقول له حاضر أوعدك هتصل عليك بعد ما أقرأ هذه المذكرات، اتفضل أنت بقى يا بيه. وبعدها بيرجع روي للبيت وبيبدأ يفتكر شوية لمحات عن المقابلة اللي كانت مع لورا، بس مش موضح منها حاجة.
علشان كده بيقرر يستشير الدكتور اللي بتقول إن ده مؤشر كويس لحالتك الصحية، وإنك بكده بتساعد نفسك على تنشيط الذاكرة. وفعلا افتكر روي إن في شخص تاني اسمه واين كان بيشتغل في بيت جوزيف كمساعد، وبيروح يتقابل معاه في تاني يوم وبيسأله عن طبيعة شغله مع جوزيف أو أي معلومة تانية تساعده في معرفة الجاني. فبيبدأ يحكي واين إنه كان مصاب باضطرابات ما بعد الصدمة بسبب حربه في العراق، وفي الوقت ده كانت حياته متبهدلة ومشرد، لحد ما اتقابل مع جوزيف اللي عرض عليه علاج يمسح ذكريات الحرب السيئة. كمان بيوصف له حبوب من اختراعه وهتساعده جدا في عملية العلاج. لكن بعد فترة لاحظ واين إن الحبوب ليها آثار جانبية خطيرة، فبطل ياخدها من غير ما يقول لجوزيف. بعد كده بيعرض على روي إنه يوصله وهو بالمرة يكملوا كلام في الطريق. فبيسأله روي طب إيه هي طبيعة العلاقة اللي كانت ما بين لورا وجوزيف. بيحكي واين إن جوزيف كان راجل عربيد ويعشق النساء، وكمان كان عنده هوس بتصويرهم في اللحظات المخلة، زي بالظبط ما أنا كنت مهووس بمشاهدة هذه الفيديوهات. بس الشهادة لله يعني لورا ما كانتش منهم، مع إني كنت هموت وأشوفها في هذا الوضع. المهم إن واين بيكمل كلامه ويقول قبل ليلة الجريمة حصلت مشكلة ما بين ريتشارد مع لورا وجوزيف، وبعدها بيمشوا ويسيبوا جوزيف لوحده، وأنا كمان بسيبه وبروح للبار عشان أشوف الويثر ديانا واللي كنت مغرم بيها. البت كان أداءها رهيب. المهم إن روي في اللحظة دي ما كانش قادر يميز الحقيقة فين من كلام واين، لكنه بيشكره على توصيله وبينزل. بعد كده بيتصل واين بشخص غامض وبيبلغه إن روي في بيته حاليا. شوية وجات لورا للبيت روي، وكان جيمي قاعد في عربيته بيراقب اللي بيحصل من بعيد. وأول ما بتدخل لورا بتقوله إن كل المكتوب في مذكرات ريتشارد ده عبارة عن كذب وتأليف، وإن أصلا ريتشارد كان مريض نفسي وتهيأ له إننا في علاقة مع بعض. فبيحكي روي عن مقابلته مع واين، واللي بالمناسبة كلامه كان متشابه مع الكلام اللي مكتوب في المذكرات. تقول له طيب يا ابني ما هو واين هو كمان كان مريض نفسي عند جوزيف، وأكيد اختلط عليه الأمر. من الآخر كده وعلى بلاطة أنا مش هسمح لحد فيكم يشوه اسمي أو سمعتي. فبيلمح روي في الوقت ده إن الأبحاث ممكن تكون دافع ليها علشان تقتل جوزيف وتنسبها لنفسها بعدين، خصوصا إنها كانت مع مسؤولة في وزارة الدفاع قبل قتله بأسبوع. بتقول له والله هو خيالك مش بطال، بس للأسف احنا كنا في طريقنا لحل الخلاف ده قبل ما يتقتل. وقبل ما بتمشي بتلمح له هي كمان. وهنا وبعد ما تقابل مع لورا بقى محتار أكتر روي، ومش فاهم إيه العلاقة اللي كانت ما بينهم وليه كل حاجة حوالين الشخصية دي غامضة كده. المهم إنه في نفس الليلة خرج يجيب أكل من بره، وفجأة بتظهر عربية وبتتحرك بسرعة عليه وكأنها هتدوسه. فبيبعد عنها على آخر لحظة وبيقتل السواق بالمسدس اللي معاه. ولما قرب من العربية اكتشف إنه واين وكان ناوي يقتله. بعدها على طول راح وسلم نفسه للشرطة، لكن صديقه جيمي واللي كان بيقف جنبه دايما بيجي ويقدم للشرطة تسجيل كاميرات الشارع، واللي كان واضح فيها إن روي بيدافع عن نفسه. وبعدين قرروا هما الاتنين يروحوا للبار علشان جيمي يهون عليه. وبيبدأ يحاول جيمي يخفف من التوتر، وقال له يا عم ما تزعلش قوي كده، انت تعرف ان احنا لقينا نفس نوع المخدرات اللي مات بيها ريتشارد كانت في عربية واين. يعني الراجل ده عاش كلب ومات خاين، فكبر دماغك بقى وفكك من القضية دي يا اسطى. لكن روي كان مش مقتنع قوي بكلامه وابتدى يشك في جيمي نفسه. بيقول له طيب هو كل ده تمام انا ما عنديش مشكلة فيه، بس اللي انا مش قادر افهمه انت ليه مصر ان احنا نسيب القضية. خلي بالك يا عم جيمي انا بدأت اشك فيك شخصيا. زي ما سمعت كده احنا يا ابني شغالين مع بعض من 30 سنة، وكل قضية كنا بنمضي عليها سوا الا القضية دي، ليه انت الوحيد اللي ماضي عليها؟ وللأسف الكلام ده بيزعل جيمي جدا، فساب روي بعد ما لعن سلسفيل أمه. وروي هو كمان كان ندمان على خسارة أعز أصدقائه، وفقد الأمل لدرجة إنه شرب كحول لأول مرة من سنين، وشرب في اليوم ده كتير جدا لحد ما فقد الوعي. ولما بيصحى في تاني يوم بيلاقي نفسه على كنبة في الشارع، وكان ماسك في إيده مذكرة مكتوب فيها اسم الويثر ديانا واسم البار اللي كانت بتشتغل فيه. فبيقرر يوصل لديانا ويروح للبار، وهناك بيسأل العامل عنها، فبيرد إنها ماتت من 5 سنين. وهنا روي اتصدم، هم كلهم أموات كده ولا إيه؟ المهم إنه بيطلب منه يروح للحمام، وهناك بدأ يسترجع ذكريات مشوشة عن ديانا. وفي اللحظة دي بيوصلوا اتصال من مسؤولة في وزارة الدفاع وبتطلب تقابله. ولما راح سلمته ورق البحث بتاع جوزيف، وحكت ليه عن المشكلة اللي حصلت مع لورا بسبب البحث ده، وإنها رفضت تسليمه ليها. لكن لورا استغلت موت جوزيف ونشرت البحث باسمها في الكتاب بتاعها. وطبعا بعد موت جوزيف مفيش حد هيعرف يثبت إن الأبحاث دي مسروقة. فبيمشي من عندها وهو مقرر يروح لبيت جوزيف اللي كان مهجور من وقت الجريمة. ومع إن المكان هناك كان مكتم ومقفول، لكن روي مصر إنه يلاقي أي دليل جديد يساعده في حل القضية.
وهو بيمشي في البيت بدأت ذكريات التحقيق ترجع له، وبيفتكر إن وقت التحقيق الأصلي عرفوا إن جوزيف مات بضربة من مضرب البيسبول، لكنهم ما قدروش يلاقوا المضرب. فبيقرر يخرج للجنينة ومعاه سيخ حديد، وبدأ يدور بالسيخ عن مكان ضعيف في التربة لحد ما فعلا السيخ بيغرس في الأرض، فبينزل يحفر ويطلع المضرب. وفي نفس اللحظة دي بيظهر جيمي ومعاه لورا، وبيرفع جيمي مسدسه وبيطلب منهم يدخلوا للبيت قدامه. وأول ما دخلوا بدأ يزعق في روي: انت ليه مش قادر تنسى؟ انا بقالي كتير بقولك نسيبنا من القضية دي. روي بيبص له بيقول: انسى ايه بالظبط؟ انا اصلا مش فاكر حاجة، بس دلوقتي واخيرا قدرت افهم الحقيقة. روي فعلا كان اكتشف حقيقة جيمي المرعبة وقت ما كان غرقان في الديون بسبب مرض مراته، وجاله عرض من لورا انها تدفع له الفلوس وتخلصه من الديون علشان هو اللي يخلص على جوزيف، وبالشكل ده هي هتقدر تنشر الابحاث من غير مشاكل، وفي نفس الوقت يشيل إزاك التهمة ويخلصوا هما من الموضوع كله. فبتعترض لورا في الوقت ده وبتقول: أنا ما اتفقتش مع جيمي على قتل حد، أنا لما اختفيت كان بسبب تهديداته ليا بعد الحادثة اللي حصلت معاك. لكن بعد فترة ريتشارد عرف مكاني وبلغ جيمي عن إن أنا اللي قتلت جوزيف، ومن ساعتها وجيمي بيبتزني وبياخد مني فلوس. فجيمي بيضحك وبيقول له: ما تصدقهاش يا صاحبي، هي اللي قتلت جوزيف زي ما لعبت على واين وخلته يقتل ريتشارد، وكانت عايزاه يخلص عليه. صدقني كل حاجة كانت محسوبة منها، دي شخصية كدابة وملوعة. وقبل ما جيمي يكمل كلامه بتكون لورا طلعت المسدس وضربت عليه نار، وبترجع توجه السلاح ناحية روي، لكن جيمي وقبل ما يموت بيلحقه ويقتلها. وفي لحظاته الأخيرة بيقول لروي: أنا عملت كل ده عشانك، حتى اللي أنا فيه دلوقتي كله بسببك وعلشان خاطرك، ياك يطمر يا شعب أو باش. المهم إن بعدها روي بيروح يعترف للشرطة بالحقيقة وبيتم الإفراج عن إيزاك. ومع كل اللي مر بيه عمنا روي بتبدأ ذاكرته ترجع بالتدريج، وبيبدأ يفتكر تفاصيل كتير من حياته اللي كان ناسيها، لكن اللي ما كانش فاكره إنه يبقى الحقيقة الحقيقية للقصة وقت ما بيشوف الصورة المكسورة لمراته وبتطلع هي ديانا. فبيبدأ يفتكر إن لورا جات لعنده في يوم واعترفت إن مراته بتخونه مع جوزيف، وسلمته شريط فيديو بيثبت الخيانة. وبعد ما هو شاف الفيديو واتأكد بنفسه قتلها، ومن بعدها بيقتل جوزيف. وعلى ما جيمي بيوصل كان الوقت فات، وبدل ما جيمي يسلم روي للعدالة قرر يساعده ويخفي أداة الجريمة ويلبس القضية من بعده لإيزاك. وفي اللحظة دي روي أدرك إن لو إيزاك ما كانش غير اعترافاته كانت الحقيقة هتفضل مدفونة للأبد، وكل واحد فيهم فضل هربان بجريمته. وفي مشهد الختام بنشوف عمنا روي وهو ماسك مسدس، وشكله كده خلاص قرر ياخد الخطوة الأخيرة. يا ترى هيعملها ولا إيه؟ وبس كده يا سيدي، خلص الكلام المعفن ده لهون. فانت ايه، انزل فخفخ وروق على اخوك، ويلا يا عم، سلام.